الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اختار لهذا الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا والحمد لله من أمته. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط المستقيم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لننشر في هذه الأيام القلائل المباركة الآتية على بزوغ هذا النور المحمدي صلى الله عليه وسلم، على بزوغ ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المولود الذي أنار لنا الوجود، هذا المولود الذي أنار لنا القلوب، هذا المولود الذي بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته جعلنا مسلمين، هذا المولود الذي بفضل الله سبحانه وتعالى وبحمده على أننا نقول لا إله إلا الله ونعرف الله سبحانه وتعالى ونعبد الله سبحانه وتعالى. هذا المولود الذي ولد في هذا الربيع وما أدراكم ما الربيع. الربيع كما تعلمون فيه الرائحة الطيبة، الربيع كما تعلمون فيه المنظر الجميل، الربيع كما تعلمون فيه كل شيء طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء فيه طيب، عرقه طيب وذاته طيبة ولحمه طيب وشحمه طيب، وكذلك شعره طيب، وكذلك لعابه طيب، ودمعه طيب، ومخاطه طيب، وبوله طيب، وكل شيء في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا. أتدرون لماذا؟ لأن الله كرمه ولأن الله عظمه، وقال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، فلم يقل وإنك لعلى خلق جليل، ولكنه قال وإنك لعلى خلق عظيم، فإن العظيم قد عظم هذا العظيم ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا معشر أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم والليالي المباركة إذا أردنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لنا تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مولده وفي سائر الأيام وفي سائر الليالي وفي سائر الشهور وفي سائر كذلك السنين. لا بد لنا من ثلاثة أشياء. الشيء الأول، لا بد لنا من ولاء تام لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلا بد لنا ولاء تام لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الولاء يكون أولا بالمحبة، وهذا الولاء يكون ثانيا بالنصرة. لا بد لنا أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة الرسول ليس باللسان، ونصرة الرسول ليس كذلك بالجنان، وإنما نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالفعل. إذا اقتفيت آثار النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ناصر لهذا النبي، وإذا اتبعت هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ناصر لهذا النبي، وإذا اقتفيت آثاره فإنك ناصر لهذا النبي، وإذا تتبعت سننا الصغيرة المؤكدة والسنن كذلك الحسنة فإنك مقتفي بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك ناصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا هذا الولاء التام يكون بالمحبة ويكون بالنصرة ويكون بالتأييد. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله ألف بينهم. ويكون كذلك هذا الولاء التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والشيء الثاني ألا وهو براء لا يزول. لا بد لك يا أيها المؤمن، يا أيها المحب، يا أيها الناصر، يا أيها المؤيد، يا أيها المصطفى، يا أيها المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتشبه بقوم كرهوا رسول الله، لا تحب قوما أبغضوا رسول الله، لا تكن من القوم الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت ممن تحب هذا النبي وتقتدي آثار هذا النبي فلا بد لك من البراءة التامة، براءة من الله ورسوله. إلا الذين عاهدوا من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وأن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا بد لك براءة، لا بد لا تزول لأعداء رسول الله ولأعداء الدين ولأعداء الإسلام. وانظروا إلى اليهود والنصارى وأعداء الدين ماذا فعلوا بشبابنا وشاباتنا. انظروا ماذا فعلوا بشبابنا، وانظروا ماذا فعلوا بشاباتنا. تبرج، سفور، كذلك تدخين، مخدرات، خمور، أخلاق فاسدة، أخلاق لا قيمة لها في الإسلام. وانظروا إلى ما قال الماركسيين وكذلك عالم من علماء فرنسا، قالوا كأس وغالية نفعل بالشاب ما نريد. الخمور والله على الطرقات. أنحن ممن يقتفون أثر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيها الموحدون، أيها المخلصون، أيها المؤمنون، يا من تناشدون يوم القيامة وتقولون محمدا. يوم القيامة لا تنفعك خمرة، يوم القيامة لا ينفعك تبرج، يوم القيامة لا ينفعك شيء ممن يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة ينفعك هذا النبي فتقول محمدا. عملك لم ينفعك يوم القيامة. العمل الجعل يستخدم به من صلاة وصيام وزكاة لم ينفعك يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم القيامة ينفعك رسول الله. أتدرون لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله دعوة مستجابة، وأعطى لكل نبي قبله دعوة مستجابة. فكل نبي من الأنبياء إلا ودع على قومه فانتهت دعوته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ادخرت يعني خزنت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صلوا على رسول الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لا بد لنا تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: أمل قال دائم، أو كما ذلك قلنا لكم كذلك أمل دائم أو ولاء دائم، وبراءة لا تزول، والشيء الثالث ألا وهو أمل متواصل. لا بد لك من الأمل المتواصل باتباع سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هل منا من أحد من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي يبكي على هذه الأمة، والنبي كما قلنا لكم ادخر دعوته شفاعة لك أيها المؤمن، لم يدخرها لفاطمة الزهراء ولا لسبطيه الحسن والحسين ولا لزوجاته ولا لأهل بيته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ادخرها لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت منهم وأنا منهم وجميع من في هذا المسجد وجميع لمن في الأمة الإسلامية خلال مليار والنصف مليار يعني مسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد لنا هذا الأمل المتواصل، لا بد لنا أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد لنا أن نحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة بجوار رسول الله. من حافظ على أمة 40 حديثا بعث فقيها يوم القيامة. وإذا الإنسان يحفظ 40 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يموت على حسن الخاتمة، يموت مؤمن، يموت مخلص، يموت من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يموت كذلك على فراش طاعة. الذي يحفظ 40 حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث فقيها يوم القيامة. ومن الذي يبعث فقيها إلا إذا مات على دين الإسلام، إلا إذا مات على دين الفطرة، إلا إذا مات مسلما مؤمنا موحدا مخلصا. فإذا أردت أن تموت مؤمنا موحدا مخلصا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لك أن يكون شغلك الشاغل شيئين اثنان. الشيء الأول ألا وهو كتاب الله، لا التجارة ولا الصناعة، لا تنفعك تجارة ولا صناعة ولا أي شيء. والشيء الثاني ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء